برشلونة فريق كرة القدم الأكثر تتويجا في القرن 21، شعاره الأبرز أكثر من نادي. وليكون في مستوى هذه التطلعات يجب أن يوفر أرضية ميدان تليق بملعب كامب نو. ومع ذلك فإن عشب أرضية ميدان كامب نو لا يزرع في كاتالونيا ولا حتى في إسبانيا، بل يتم جلبه من مدينة لوند الفرنسية، أين توجد عشرات الهكتارات من العشب الطبيعي، إذ يتم زرعه وتحضيره من طرف شركة محلية ليستفيد منه حوالي 20 ملعبا في مختلف أنحاء القارة العجوز. هذا العشب يتطلب عاما كاملا من العناية الخاصة ليكون جاهزا ومناسبا لممارسة كرة القدم في اليوم الذي يجب أن نسلم الطلب. يعتبر عشب مدينة لوند من بين الأكثر اخضرارا في العالم بفضل التربة الرملية التي يزرع فيها، بالإضافة إلى التنوع المناخي المتوازن بين الأيام الممطرة والمشمسة. لكن لا يمكن الحكم على عشب ميادين كرة القدم إلا بعد تجريبه خلال المباريات. تساعد أرضية الميدان الجيدة في تقديم كرة قدم جميلة وتمريرات أرضية سريعة، ولكن عندما يكون العشب سيئا يصعب على الفرق التمرير وبناء اللعب كما يجب. مع تواصل الأشغال في ملعب بوردو الكبير المقرر افتتاحه في شهر أبريل المقبل، حان الوقت لتجهيز عشب أرضية الميدان التي ستحتضن مباريات فريق بوردو. نحن هنا لتوفير حلول سريعة بالنسبة للملعب الجديد الذي سيستضيف مباريات عديدة في كرة القدم والرجبي وربما الحفلات مستقبلا. على عكس سوق العشب الطبيعي في بريطانيا، أين تباع 10,000 هكتار من العشب الخاص بميادين كرة القدم سنويا، يبقى المجال الرياضي يشكل نسبة 20% فقط بالنسبة لشركة كوفر جاردن التي تتعامل أساسا مع أصحاب الحدائق، رغم أنها تبيع أكثر من 600 هكتار من العشب الأخضر المناسب لكرة القدم في فرنسا وحدها.